صباح الخير او مساء الخير. ان شاء الله يكون اليوم بتاعكم طيب وكلكم كويسين. انا الحقيقه اسمي انا الدكتور ايمن عاطف. انا جراح انف واذن وحنجره ومصري الجنسيه ومولود في الجزائر. وهذا البلد له عشق خاص برغم للاسف انا عمري ما رحت، واتمنى اكون في زياره هناك يعني. له عشق خاص ليا لان ده اول نفس اتنفسته هناك يعني. فانا مش عايز ادخل في المقدمه كتير بس عشان اعرفكم بنفسي. انا بخاطب فيه الشعب الجزائري يعني مش الشعب المصري يعني. انا بحكم طبعا مولدي هناك وعلاقاتي في الشغل وكده، فانا ليا اصدقاء كتيره ومتزوجين جزائريات يعني. فليا احتكاك دائم بالحياه هناك يعني، من خلال ما ينقلوه الي يعني. فمؤخرا عرفت ان في حرب شعواء كده قايمه على حد اسمه حمدي. وده المفروض يعني يعني هم عاملين ثوره عليه جامده جدا. وفي الميديا شفت شويه فيديوهات كده جات لي بالصدفه برضو. وشفت فيديو هو رد فيه، فبدات انا ابحث مين الشخص ده. وهو ليه كده عامل يعني الثوره دي، وهم كارهينه قوي كده ليه؟ او مش كلهم يعني، بس يعني ليه ده بيحصل يعني. وبرضه كمصري انا حبيت اشوف ده ايه الوضع يعني، وكواحد مصري هناك يعني. فدخلت بقى عليه وشفت من فتره، وشفت اللي بيقدمه. طبعا انا اصلا كده كده لا اعترف بحاجه اسمها يوتيوبر ولا بلوجر ولا بتاع، وانا بحس ان دي اصلا شغلانه اللي ملوش شغلانه يعني. يعني اول ما عندوش مهنه اساسا فبيعمل اي كلام في اي حاجه ويشهر ويجيب فلوس وبتاع، فده مبدئي اصلا يعني. ومبدا اي عاقل يعني. انما انا بتكلم بصفه خاصه عن الشخص اللي معمول عليه الثوره الجامده دي، اللي وصلتني من خلال بعض اصدقائي المتزوجين ومستقرين جدا، متزوجين جزائريات ومستقرين جدا في مصر وسعداء جدا يعني. وده شيء يفرحني على فكره، بتبسط من ده يعني. ف فده خلاني اخش بقى اشوف مين اللي معمول عليه الثوره ده وليه وكلام من ده. فوجئت بحد عنده قناه هو بيمتلكها باين ولا مش عارف ايه، اسمها الجزائر بعيون مصريه. ولما دخلت وشفت واتفرجت كده، حسيت كانه بالظبط واحد بيدعو للاسلام في الكعبه يعني ايه. هو رايح يدعو المسلمين اللي بيحجوا في الكعبه. جزائر بعيون مصريه ايه يا عم انت؟ وهو في حد اصلا يعرفك في مصر؟ يعني انا مستغرب. انا مش بهجم عليك بس انا بوعيك يعني انت، لان انا اللي شفته ده وسمعت الحوارات بتاعت الجزائريين اللي عليك. وفيها مصر والمسار، وانا استفزيت بصراحه كمصري. انا ما احبش انك تبقى انت السفير بتاعي هناك او بتاعنا هناك، او سفير لك قيمه. دكتور بتعمل عمليات جراحيه كبيره، مهندس بتعمل كباري كتيره هناك، كاتب، قصاص، روائي، ممثل، كده. انما تكون بالطريقه دي وانت مصدق نفسك يعني. الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا فعلا. يعني انت عمال طالع تتكلم، انا ما اعرفش هم بيعادوك ليه، او فهمت بعد كده. انما انت ردودك الغريبه ان انا ما دخلت شفت الجزائر بعيون مصريه تت 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 تت، هو ده اللي انا شفته واللي انا يعني احتويته. فبالتالي عمال تتكلم عن المحتوى دخلت اشوف المحتوى بقى اللي انت عمال تتكلم عليه. مره قاعد بتطبخ شوربه مع واحد، ومره طالع من حمام مغربي متكيس ومستحمي وعمال، هو ده المحتوى. وفي نفس الوقت بتطلع في قنوات عمال تتكلم عن الكوره وعن المنتخب الجزائري. وانت لعبت كوره قبل كده مثلا؟ او انت كان ليك باع في الكوره؟ اللي شفتك بتتكلم عن سياسه، ولا بتتكلم عن اقتصاد، ولا بتتكلم عن علم الحيوان حتى، ولا بتتكلم عن اي حاجه فيها محتوى يثقف الشعب الجزائري اللي انت قاعد فيه، او اي شعب ايا كان. بتروج سياحه ايه يعني؟ سياحه ايه اذا كان اصلا ما فيش سياحه ما بين مصر والجزائر؟ والجزائر مش دوله سياحيه من المشار اليها قوي يعني، برغم انها هي فيها حاجات طبيعيه كتيره جدا جميله. انما انت بتروج لمين؟ بتروج لشعب الجزائر عن بلدهم؟ يعني بتدعو للاسلام في الكعبه؟ طب ما هو اصلا ما حدش من المصريين يعرفوك اساسا. وازيدك من الشعر بيت، لانك انت بتقول انا ارجع، انا قاعد، انا سمعت طبعا الحوارات بتاعتك، انا قاعد في الجزائر بس علشان خاطر ابني. ما اعرفش بس قصه ابنك دي ايه، كمان عرفتها بعدين. انما انت لا، انت قاعد عشان بتاخد فلوس وعشان بتاكل وبتشرب والناس بتشاور عليك وكده. وارجع مصر معزز مكرم، على راسنا معزز مكرم اي وطني مصري، لكن انت ترجع تشتغل ايه؟ انت بتشتغل ايه اساسا؟
يعني هترجع مصر تشتغل ايه؟ طب انا عشت في السعوديه 10 سنين مدير مستشفى وجيت على شغلتي انا كطبيب، لكن انت حضرتك لما ترجع هترجع تشتغل ايه؟ يعني ايه معزز مكرم في ايه؟ يعني في ايه؟ وانا صحفي؟ لا برضو انا لما دخلت وبحثت لقيتك فعلا مش صحفي. الناس اللي عاملين الفيديو عليك ما حاطين البطاقه بتاعتك حصر على بكالوريوس اعلام، وانت بتقول من جامعه القاهره، ويمكن في الجزائر ما يفهموش المواضيع دي. لا انت مش في جامعه القاهره، دي حاجه اسمها معاهد خاصه مفتوحه للي تخلفوا في الثانويه العامه او اخذوا مؤهلات متوسطه وعايزين يحسنوا من دخولهم او من الشكل العام بتاعهم، فبيدفعوا فلوس وما بيحضروش وبيمتحنوا كده في المواعيد الامتحانات بتاعتهم وخلاص. اسمها الجامعه المفتوحه لاي حد. حصل على بكالوريوس اعلام بس من الجامعه المفتوحه مش من جامعه القاهره اللي هي تابعه لجامعه القاهره، فعشان بس ما يحصلش تدليس في الموضوع. لكن لو انت صحفي بيتكتب في البطاقه صحفي حضرتك، زي ما انا مكتوب عندي طبيب بشري باخد ختم من نقابه الاطباء واوديه السجل المدني ويتعمل لي بطاقه، انما حضرتك مش صحفي. وكمان بتقول ان انا مش عارف ايه القمه العربيه وبقابل وزراء وبقابل ايه، من فين الكلام ده؟ انت لو مراسل صحفي مش عارف تقابل وزراء، تقف بره. ده انت حتى لو المراسل ده ممكن يبقى مش صحفي. وما عندكش ولا صوره، انت بتصور اصلا وانا لقيت صوره وانت عيان وانت عامل كده في المستشفى وبتاع، يعني ما فيش حتى صوره واحده مع وزير، يعني مش هنقول لك رئيس جمهوريه. فانا مش مستغرب انت عمال بتصدق نفسك كده ازاي قوي. ويمكن ده سبب الحقد اللي شغال عليك هناك، يعني انت عمال تقول بقدم محتوى والمشاهدين والمتابعين بتوعي. انت حمدي سجيع ولا حمدي شجيع ولا حمدي قنديل؟ يعني فهمنا، ده الجزء الاول. صباح الخيرات. احنا بنستكمل الجزء الثاني بتاع بس انا على بال ما بقى فاضي يعني، وانا رايح المستشفى وانا جاي بعمل الفيديو ده عشان الحقيقه مش فاضي ان انا اقعد اركز في الموضوع ده، انما الموضوع مستفز الحقيقه يعني. فانا وانا ماليش مصلحه او بكررها تاني ان انا اخونا حمدي ده يقعد في الجزائر، يمشي من الجزائر، يشتهر، يشار اليه بالبنان. انا اي دونت كير، انا مش ده المستهدف بتاعي. انا المستهدف بتاعي ان انا ما يكونش في اكاذيب انت كمصري بتقولها وبعدين يبداوا يسبوا في المصريين، وانا بتضايق من ده في ممثله فيك. فانا بوعيهم، يعني انا بقول لهم على شويه معلومات قد تكون انت بتحاول انك انت تداريها او عشان خاطر اكل عيشك، ده موضوعك انت يعني. وعمال بتتكلم وهم ناس طيبين باين عليهم الشعب الجزائري ده، ولطيف يعني وكريم ومضياف، فبيصدقوا. يعني في حاجات انت بتصورها لنفسك وتقنعهم، وانت عندك الملكه دي الحقيقه يعني، وتنفع كويس قوي انك انت تقنع، لكن تقنع بالصح الله يخليك. يعني ما تجيش تقول لهم، يعني عمال بتتكلم في محتوى وطالع الناس بلغوني والله انا ما شفتك، والله ما شفتك طالع من حمام عمال بتعري جسمك ويوريهم الحاجات الحمراء اللي في مطرح ما استحميت في التكييس ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ده محتوى ناس يعني اعلامي، وتقول لي اعلامي ايه اللي بتتكلم فيه؟ ايه المحتوى الثقافي الرهيب اللي انا اشوف تخلي ستات يشوفوا جسمك وهي محمر ومزرق وبتاع؟ كلام تحس ان هو كلام فارغ يعني. بلس بقى انك انت يعني التجرؤ الغير طبيعي بقى، انت قاعد في بلد والناس كرماك زي ما انت بتقول، ومشاهدين ومتابعين مش عارف على ايه، بس ماشي، وتقول عليهم لما بتيجي تتكلم في الكرة اللي انت عمرك ما لمستها يمكن تقول اللي مش موافقني يضرب دماغه في الحيط. ده قمة الديكتاتورية في الرأي، يعني اللي يحلل الكلام ويشوفك وانت بتتكلم هيعرف ان راجل ديكتاتوري في الرأي بتاعك، بتفرض رأيك وخلاص على ناس ممكن ما تكونش فاهمة قوي. بتتكلم على بالماضي ده يقول لك اللي ما مش عارف ايه، انا سمعتها على فكرة، يضرب دماغه في الحيط، دماغه في الحيط في الشعب اللي انت عايش فيه. يعني ده انا والله عمري ما شفت تبجح كده يعني، ما وتوصفهم بالخنازير. لما قريت المقاله دي الحته اللي انت كتبتها لما اتكلموا في موضوع سجيع وشجيع، طبعا ما تضحكش عليهم، ما فيش حاجه اسمها انت من عيله شجيع ايا كان اسمك ايه، انا مش فارق معايا. يا اهل الجزائر الكرام، عندنا العائلات بتبقى الاسم الخامس، يعني انا اسمي ايمن عاطف عثمان مش عارفه ايه الزيني، يبقى دي عيله الزيني. لو ابويا اسمه الزيني ما بقاش عيله الزيني، ده واحد اسمه الزيني كده وخلاص. فلما حضرتك والدك يبقى اسمه شجيع كما تدعي وهو ما اسموش كده، في كل الاوراق الرسميه اسمه سجيع، سجيع جاي من السجع وده اسم من العربويه يعني. فاما يكون اسمه شجيع ما انت لست من العائله. زي محمد انور السادات، لو واحد اسمه سادات يبقى من عائله السادات؟ لا، لازم يكون في الاخر هو اسمه السادات. فانت لست من عائله شجيع دي خالص اساسا، ولا الاسم ده يلم ليك بصله، انما انت يموت ليك بصله، انما انت دخلت فيه ليه؟ الغرض في نفس يعقوب، الله اعلم. هي عائله مشهوره، وبعدين يعني لو كانوا واقف لحد كده كان اوكي، تقوم تقنع الناس ان في العرب بتاع الاسماعيليه اللي انتم ما تعرفوهاش ان السين تتنطق شين، فالناس بتقول كده، يا سلام.
فتتكتب كده. يعني انا عشت في الخليج 10 سنين، ينطقوا القاف جيم بن زقر الجزاز، يكتبوها الجزاز ولا القزاز؟ اللي بتتكتب ايه يعني؟ ازاي يعني؟ وفي الصعيد بينطقوا الجيم عندنا دال، يقول لك على الجردل دردل. فلما نقول مثلا يعني جويش نكتبها دويش. كلام طبعا انت عمال بتضحك عليهم اساسا. ما فيش حاجه اسمها كده. يعني انا فعلا والله اسف للكلام ده، بس ما يصحش. عايز تعمل محتوى وعايز تشتهر وعايز تعمل فلوس وبتاع، اتس اب تو يو، اعمل زي ما انت عايز وقول اللي انت عايزه وربنا يكرمك ويسهل لك. لكن ما تحاولش تدعي وتخلي الناس تكرهك وتسب فيك وفي المصريين ومش المصريين، وتقول لي الجزائر بعيون مصريه والكلام الفارغ ده. بعد اذنك يا اخي ركز في حاجه وانت كل منها عيش، واوعى تقول عشان ابنك ومش ابنك والكلام ده وتقعد تستعطفهم. هم شعب باين عليه يعني غلبان فعلا، مش غلبان يعني، شعب محترم يعني ناس طيبه. وخليني عشان ما اطولش في الحته دي، هتكلم في حته ناس طيبه دي بقى في الفيديو الجاي ده على طول. لقيتك عمال بتتكلم في بعض الاحاديث بتاعتك عن الزوجه وان لازم تبقى جامعيه ولازم، واصل انا حمش واصل انا مش عارفه ايه. انا مش قادر افهم يا اخواتي في الجزائر انتم مهتمين بحاجه زي كده ليه؟ ما يعني فرد ما يبقى حمش ولا ما يبقاش حمش ولا انما انا بدي بقى يعني نصيحه فعلا لاخواتي وبناتي واولادي الجزائريات المحترمات. ما تقعديش تصدقي كل الكلام اللي يتقال لك كده من حد مش من بلدك. يعني انا مش بقول ان هم كذابين، لا، انا عندي امثله. المصريين على فكره مش كده، مش ده ولا غيره ولا اللي اسمه ابراهيم ولا التاني ده اللي عمالين بتقفشوا له لا. المصري راجل محترم، المصري المتربي محترم، ما ياخدش بنت الناس من الجزائر يبهدلها في بلده ويضربها ويهينها لا 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 خالص خالص. الناس ناس محترمه. فانت بلاش الكلام المعسول اللي هو ممكن واحد يضحك عليكي ويقول لك كلمتين وانا هعيشك الهنا كله وانا مش عارفه ايه. ده في بعض البنات الجزائريات ما كانتش تعرف ان مصر مش القاهره. يعني اللي يقول لك انا من مصر ما قد يكون من قريه وما قد يكون جاي من ورا الجاموسه ولا قاعد في خيمه ولا يعني. مفيش داعي للانخراط ورا الكلام اللطيف. وبعد كده تيجي هنا تلاقيه عامل لك شقه ايجار جديد ويا دوبك كلمتين وخلاص واخدك علشان خاطر لا بتطلبي مهر بقى ولا لان عندنا الجواز هنا مجحف. فالكل بيلجأ الى ايه؟ واحده سوريه مغربيه مش يعني ما مش لها طلبات، ما لهاش طلبات وما لهاش اهل يقعدوا يقرفوه وبتاع وكده. هذا الكلام طبعا خدوا بالكم منه. يعني انا ما بقولش نقاطع زواج احنا كلنا مسلمين وكلنا عرب ونعتز باسلامنا وبعروبيتنا، لكن وانا يعني لا اعترف بالحدود ما بين الدول العربيه، المفروض احنا كلنا كيان واحد. لكن انا لو قاهري من القاهره واخدت واحده من الصعيد العادات مختلفه، اخدت واحده من الفلاحين العادات مختلفه، وفي نفس البلد، ما بالك من بلد اخرى. فلازم نثق تماما ان العادات مختلفه والثقافات مختلفه. فبالتالي فيري ريسكي، مخاطره كبيره جدا ان انا علشان اتجرجر ورا كلمتين حلوين واحد بيقولهم لي. هو جاي هنا مفلس عشان تبقي عارفه، يعني جاي الجزائر او اي بلد تاني مفلس من العلاقات النسائيه اللي تؤهله انه يتزوج في مصر. امكانياته محدوده، مش هيعرف يضحك على اللي قدامه عشان لها، هيسالوا عليه هو يؤمن ان الكلام ده مش موجود عندك هناك. بتيجي انت بقى حضرتك هنا تفاجئي بامور اخرى وحاجات تانية، وهو يبدا يتبجح ده انا بكلمك على الناس اللي هي يعني تربيه مش تمام. يتبجح عليكي ويمد ايده عليه، ما هو ملهاش اهل بقى، ما هو يعني هيعمل فيك اللي هو عايزه، انت فاهمه؟ فبالتالي بليز يا اخوانا ما فيش داعي للتعجل. يعني اذا كنا هنرتبط بعلاقه عاطفيه بيننا وبين حد مصري او سوري او عراقي او اي حد ايا كان، خلي العلاقه دي تبقى علاقه بالمقابلات. يعني انا شفت صدفه بيشتغل عندي هناك في الجزائر، عجبني اخلاقه مش من نت وفيسبوك وبتاع والكلام الفارغ ده، كل ده اونطه. يعني واكبر مثل حي اليوتيوبرز والبلوجرز انتوا بتشوفوهم دول حياتهم غير خالص. انا في حاجات عرفتها بالبحث والتحري كده عن اللي بيطلعوا لكم دول، والله لو عرفتوها يندى لها الجبين. يعني بس خلاص ان الله حليم ستار، مش عايزين نوجع دماغنا بحاجه لان انا مش مصلحتي في ده. فبليز الرساله توصل بعد اذنكم يا سيد حمدي يا اخ التاني اللي ابراهيم ده، خلوا المحتوى بتاعكم يمثل مصر بجد. ما تخليش الشعب الجزائري ياخد فكره عننا ان احنا بالمنظر ده، بالهبل ده، باللي بيتكلم على القطط وعلى الفراخ وعلى اللي راح استحمى مش عارفه فين واللي بيعمل شوربه واللي بياخد ابنه يقعد يصوره ويجري بيه هنا وهنا والهطل ده.
اتكلموا بجد، يعني خلي في حاجه محترمه الناس تشاور اليها بالبنان كده. ده نصيحتي، ويعني ويا رب توصل يعني. واشوفكم على خير.